ده حقيقي وحاصل في بيوت كثير. الولد لما يتزوج ويستقر ويصير مبسوط مع زوجته، أهل الزوج يبدوا ينكدوا على الحرمة هذه. كيف الولد هذا ارتاح؟ كيف الزوجة هذه جات وأخذت ولدنا مننا؟ كيف الزوجة هذه جات وجالسة مرتاحة وإحنا شقيانين؟ طيب يا جماعة الخير، مو أنتوا اللي زوجتوا الولد هذا؟ أيوة. مو أنتوا اللي جبتوا البنت هذه للولد هذا؟ أيوة. مو أنتوا اللي مدحتوا البنت هذه للولد هذا؟ أيوة. مو أنتوا اللي قلتوا البنت هذه تنفع لك وترتاح لها وترتاح لك؟ أيوة. طيب أنتوا إيش عندكم حاشرين نفسكم بين البصل وقشرتها؟ يا أخي هو يبغاه وهي تبغاه، مرتاحين مبسوطين أمورهم طيبة، ليش تحشروا نفسكم؟ أشتكى لكم؟ لا. أشتكت لكم؟ لا. مو هو هذا اللي مزعلكم أنتم، إنهم قاعدين مبسوطين أمورهم طيبة، تزعلوا عشانهم ما يرجعوا لكم، مع إنه ما رجعوا في الأول الأخير بيت أهله. زعلانين ليش؟ الغيرة وما تفعل. والله بعض الأخوات يا إنهم ينكدوا على حريم أخوانهم ويرجعوا بعدين السوسات يقول والله إنه زوجة أخويا تنكد علينا، وزوجة أخويا غلطت علينا، وزوجة أخويا سوت وفرقت بيننا. ما سوت ولا حاجة ولا شيء، انتوا اللي جالسين تنكشوا فيها زي الثعابين، تس تس تس، ولما تسوي لكم حاجة ترجعوا تقول والله هي ما لها صلاح. يا حريم اهجدوا، سيبوا حريم عيالكم في حالهم، طول ما هي ما تحركشت فيكم ولا جت طريقكم سيبوها، ما تبغاكم خلوها في حالها، إذا هي جاتكم راحت بعيد عنكم سيبوها في حالها. والله يا إنه الموضوع ده حقيقي وحاصل في بيوت كثير. الولد لما يتزوج ويستقر